السؤال الثاني عشر: هل يصح الترحم على الميت دون معرفته شخصيا؟ وهل يصح قول الله يرحمه إن كان من أهل الرحمة؟ وما حكم الترحم على الشخص الذي مات بخاتمة سوء؟ أما من مات بخاتمة سوء كأن يموت على جريمة من الجرائم ولم يثبت لدى الإنسان أنه رجع إلى الله، فهذا لا يصح أن يترحم عليه بالخصوص، لأن هذا الإنسان ختم عمله بمعصية. ربنا سبحانه وتعالى بين أن فلانا من الناس مثلا أن العاق في الجنة، وأنه لا يدخل الجنة مثلا ديوث، أو لا يدخل الجنة قتات، إلى آخر الأدلة الشرعية كثيرة. فكيف تدعو له بالجنة وربك يقول إنه لا يدخلها؟ ونحن نحكم بالظاهر فحسب. والسرائر يطلع عليها ربنا سبحانه وتعالى. من حيث الدعاء على الميت الدعاء للميت دون معرفته شخصيا، هذه الأولى بالإنسان فيها أن يتوقف، وأن يكون دعاؤه لعموم المسلمين، فإن كان هذا الإنسان مستحقا فسيدخل في هذا الدعاء، والله تعالى أعلم. أما الدعاء على الشريطة كما يقوله أهل العلم، أو الولاية على الشريطة، اللهم ارحمه إن كان من أهل الرحمة، فتجوز فيها جماعة من أهل العلم ورخصوا لمن شاء العمل به، والله أعلم.